ابني اتصل بيا قال لي الحقني يا بابا، انا معيش فلوس، الفلوس اللي معايا خلصت. هو نزل مع زمايله قاعدين واخدين شقة وقاعدين بيدرسوا في محافظة موجودة عندنا هنا في البلد. فانا ببعت له فلوس كل شهر، الفلوس اللي هيعيش بيها. الفلوس اللي هيعيش بيها خلصت، صرفوا في حاجات ضرورية، اشتروا حاجات، الفلوس اللي معاه خلصت. قال لي انا الفلوس خلصت ومحتاج دلوقتي ان انت تبعت لي فلوس. مفروض ان انا ازاي اتصرف من غير ما اروح البنك ومن غير ما اتحرك من بيتي وانا قاعد رجل على رجل ومشغل التكييف وفي ايدي كوبايه الشاي السخنه في الجو الساقع اللي احنا فيه ده، واقدر ان انا ابعت له واطمن عليه وهو ياخد مني الفلوس ويقول لي ان الحاجه وصلت. كل حاجه النهارده بقت سهله وفي متناول الجميع. المهم ان احنا نفهم ازاي ان احنا نتعامل بيها، واهم حاجه ان احنا نكون على درايه بالبرامج اللي احنا هنشتغل بيها. تعالوا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في التعليقات نعمل شير، لايك، كومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس اللي احنا عايزين ان هم يستفيدوا معانا بالكلام اللي بنقوله. النهاردة تقدر تبعت فلوس لأي حد على كارت الفيزا اللي معاه، على كارت الفيزا اللي معاه، تمام، او على رقم الموبايل بتاعه، رقم الموبايل بتاعه، او على محفظة الكترونية متسجلة على رقم موبايل، او اسهل من كل ده على ايميل. هبعت لواحد فلوس على الايميل، بس مش اي ايميل. هتقدر ان انت تبعت له الفلوس على ايميل بالطريقة اللي هقولك عليها. يبقى احنا عندنا كام طريقة نقدر ان احنا نبعت بيهم. طب افرض واحد في بينه وبينه شغل ومش عايز اديله البيانات بتاعت حسابي الشخصي، انا خايف ان هو يسرقني، فمش عايز اقول له رقم الحساب وعايز اقول له بيانات كتيرة عشان الراجل ده ما يسرقنيش. طب انا خايف اديله رقم الفيزا بتاعتي لا يستخدمها غلط. انا خايف افرض هو بيفهم يعمل حاجة انا مش فاهمها، فانا مش عايز اديله رقم الفيزا بتاعي، انا راجل خواف. طب اعمل ايه؟ الحل ان انا هديله الايميل بتاعي بتاع الانستا باي. ايه الانستا باي ده؟ يعني ايه الانستا باي يا جماعة؟ الانستا باي ده تطبيق بتروح تنزله من على جوجل بلاي، الموقع بتاع جوجل بلاي. هتنزل التطبيق ده، تابع للبنك المركزي المصري ومجموعة بنوك مشتركة فيه. يعني انا لو عندي حساب في اي بنك في مصر اقدر ان انا انزل تطبيق الانستا باي. طيب انا ابني عايز ابعت له الفلوس، اقدر ان انا ابعت من تطبيق الانستا باي ده، بعمل فيه اشتراك مجاني، ادخل فيه البيانات بتاعتي، البيانات بتاعت الكارت، رقم الموبايل اللي متسجل في البنك. انت في البنك لما بتعمل حساب او كارت او اي حاجة بياخد منك رقم موبايل، يقول لك رقم الموبايل ده اللي هيجيلك عليه رسائل تخترق ان في عمليات سحب بتتم عندك على الكارت. اعمل الاشتراك فيه، ادخل بياناتي وادخل البيانات دي كلها واعمل اسم للانستا باي، بيبقى هو ده الايميل بتاعي. انا بدخل اسم خاص بيا على الانستا باي ده، يعتبر الايميل ادرس بتاع الانستا باي او العنوان البريد الالكتروني للانستا باي. انا مثلا اسمي جمال، ممكن اعمل جمال واكتب مثلا حروف واكتب ارقام واعمل اي حاجة جنب اسمي، عشان في ناس اسمها جمال كتير. واحد اسمه محمد، البلد كلها اسمها محمد، فانت ممكن تعمل
محمد 2 4 5، المهم تعمل اسم خاص بيك انت. ده الانستا باي سجل لك الاسم ده على حساباتك. طب لو انا ليا اكتر من حساب على الانستا باي، بيسجل لك الحسابات كلها بتاعتك تبقى ظاهرة عندك على الانستا باي في الحساب الشخصي بتاعك. بمعنى لو انت فاتح حساب في البنك الاهلي وحساب في بنك مصر وحساب في بنك اسكندرية، تقدر ان انت تعمل تحويلات ما بين الحسابات دي من غير ما تروح البنك. تقدر ان انت تبعت فلوس لابنك وبنتك وصاحبك والتاجر اللي انت بتتعامل معاه اللي في بينك وبينه شراء. انا فاتح محل وبشتري بضاعة من واحد، وهو بيجي يديني البضاعة وانا عايز ابعت له الفلوس، فمش عايز ادي الفلوس في ايد الولد السواق اللي بيجي. فممكن الراجل السواق اللي بيجي اول ما ينزل لي البضاعة اتصل بالراجل التاجر الكبير اللي انا بتعامل معاه واقول له البضاعة وصلت في ثانية، هكون محول لك فلوسك دلوقتي عن طريق تطبيق الانستا باي، وتروح باعت له الفلوس بتاعته وانت قاعد في مكانك وهو قاعد في مكانه. ولا هيبقى فيه فلوس مزورة، ولا هيبقى فيه ورقة ناقصة، ولا هيبقى فيه ورقة مقطعة، ولا ان ممكن تتسرق وانت رايح تديله الفلوس. زمان كنا بنخاف ناخد الفلوس من بعض، ممكن واحد يحط لي فلوس مزورة في النص، واحدة مقطوعة متغيرة نص ملزوقة، حركات كانت كتير قوي تقلقنا. ممكن وانا نازل رايح احط فلوس في البنك او واخد فلوس وطالع من البنك حد يبقى شايفني ويقطرني وياخد مني الفلوس يثبتني ويسرقني. كل ده النهاردة انا مش محتاجه. رجل على رجل في بيتك، كوباية الشاي، التكييف، الكوباية الحلوة السخنة كده في ايدك تتدفى، واعمل معاملاتك النقدية كلها وانت قاعد في بيتك. طب لما انت هيحتاج رقم الحساب وهيحتاج مش عارف ايه، لا لا لا، انت هتديله الاسم بتاع الانستا باي اللي هو الايميل ده، هيبعت لك عليه. يبقى كده ما خدش منك اي بيانات، يبقى انت البيانات بتاعتك كلها في سرية تامة. مين اللي عارفها؟ الانستا باي بس اللي عارفها، اللي هو ده تابع لوزارة المالية والبنك المركزي، واللي محدش هيقدر ياخد بياناتك منه. يبقى انت حميت بياناتك حماية كاملة، ومحدش هيقدر يلعب ويستغل رقم الفيزا ويعمل بيه حاجة. ولو حد ثقة هتديله رقم الفيزا، لو اخوك او اختك او كذا. ممكن في ناس ما بتثقش في اهلها، يبقى خلينا في ايه؟ في الايميل بتاع الانستا باي او على رقم الموبايل اللي انت رابطه على الانستا باي يقدر يبعت لك الفلوس. يبقى انت تقدر تعمل عمليات التحويل كلها وتستلم وتبعت كل ده وتشوف رصيدك وتشوف ايه اللي دخل كل ده وانت قاعد في بيتك، ومش هتدفع عمولة ومش هيتسرق منك حاجة. يبقى انت امنت نفسك. بس في كم واحد عارف الموضوع ده؟ في ناس كتيرة ما تعرفش، وبيروح يقف في البنك ويقف طابور وياخد الفلوس من الناس ويعدها، ويروح يعمل ايداع في البنك من جوه، والموظف ياخد منه الفلوس ويعدها. كل الزحمة اللي انتوا بتعملوها دي ملهاش لازمة. كل تضييع الوقت ده ملوش لازمة. كل المعاملات اللي بنروح ونقابل بعض ونبقى خايفين كل ده ملوش لازمة. انتهى. حاول ان انت توصل المعلومة لكل الناس اللي انت تعرفهم عشان تفيدهم ان يقدر ان يعمل معاملاته كلها وهو باشا نايم في بيته جنب اهله ومطمن ان فلوسك مش هتتسرق، وان الكارت بتاعك محدش هيعرف يجي ناحيته، لان انت بتتعامل مع انستا باي، تطبيق البنك المركزي المصري، ومؤمن تأمين تام. محدش هيقدر ياخد فلوسك. وصل الفيديو لكل الناس. أمانة عليك عشان تفيدهم، عشان الزحمة اللي بنشوفها في البنك والناس اللي مش عارفة ازاي يحافظوا على حاجتهم. أمانة بأمنها لك. وصل الفيديو لكل واحد تعرفه. أشوفكم يا رب بكل خير. سلام عليكم.